السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البطاطا بطرق مختلفة. طبعا عارفين البطاطا فيها قيمة غذائية عالية وكلنا بنحبها. نعملها كده ونقدمها لولادنا نغذيهم ونديهم طاقة. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف هنعمل البطاطا ازاي. بسم الله. عندي اول حاجة البطاطا، غسلتها كويس جدا واقشرها واقطعها لحلقات او مكعبات وهحطها في حلة، وهضيف عليها نص كوباية من السكر وكوباية من المية، وهرفعها على نار هادية واسيبها تستوي. مش هتاخد وقت كتير، هتاخد حوالي 20 دقيقة. وهنا البطاطا بعد ما استوت اقدر اهرسها بسهولة بالشوكة او بهرسة البطاطس. قبل ما اهرسها طبعا بصفيها من المية اللي فيها، والمية هنا انا مش برميها، هستخدمها في تحضير البطاطا. ببدأ بهرس البطاطا كويس قوي، انا عايزاها ناعمة ما فيهاش اي قطع. هبتدي اعمل اول نوع من انواع البطاطا. عندي كمية من البطاطا المهروسة هنا حوالي كيلو ونص. بضيف عليهم زبيب وجوز الهند. طبعا هنا المكسرات اختياري، ممكن تستغني عنها او ممكن تضيفي اي نوع من المكسرات بتحبيه. وبضيف عليهم السكر، والسكر حسب الرغبة. انا هنا هضيف 3 معالق من السكر وكوباية من اللبن ومعلقة من السمن، ممكن استخدم الزبدة. وبقلب كل المكونات دي كويس لغاية ما تختلط ببعض، ولازم البطاطا تكون سخنة عشان السمن يسيح ويختلط كويس مع البطاطا. كده تمام، البطاطا بقت جاهزة. بدهن البايركس او اي صينية عندك، بندهنها بالزبدة او بالسمن، وبنزل فيها بالبطاطا وبسويها كويس. وبعد ما سويت البطاطا بدهن وش الصينية بدهنة خفيفة من السمن، واخر حاجة رشة من السكر. رشة السكر دي بتديها قرمشة جميلة وهتديها لون حلو. وبدخلها فرن سخن على حرارة 180، مش هتاخد وقت، حوالي ربع ساعة، وممكن اولع لها شواية اخر دقيقتين. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، لونها جميل جدا وطعمها تحفة. ودلوقتي هبتدي اعمل النوع التاني من البطاطا، طواجن البطاطا بالبشاميل. عندي كمية من البطاطا المهروسة حوالي كيلو ونص، نزلت عليهم بشوية مكسرات زبيب وجوز الهند، وهضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، وبضيف معلقتين من السمن، وبقلب كل المكونات دي كويس قوي مع بعض لغاية ما يختلطوا. كده تمام، اتخلطت كل المكونات وبقت البطاطا قوامها ناعم وكريمي. هبتدي احضر البشاميل. في حلة على النار حطيت معلقتين من السمن، وبعد ما بتسخن بنزل عليها بنص كوباية من الدقيق، وأقلب لغاية ما الدقيق يتشوح مدة دقيقتين. وهنزل عليهم بكوباية من مية سلق البطاطا. مية سلق البطاطا دي بتدي لون حلو قوي. وبنزل بكوباية من لبن. لو عايزة تستغني عن مية سلق البطاطا ممكن تضيفي كوباية تانية من اللبن، يعني تحطي كوبايتين من اللبن. وبنزل بالسكر، السكر طبعا اختياري، انا حطيت معلقتين من السكر وبقلب. والإضافة بقى اللي هتدي للطاجن تقل وطعم جامد جدا، معلقة من القشطة. بحطها كده على المكونات دي وبقلب في الخليط لغاية ما يبتدي يتقل. البشاميل هنا ابتدى يغلي وتقل زي ما انتم شايفين، ده القوام المطلوب. خلاص كده البشاميل بقى جاهز، هطفي عليه النار. هبتدي اجهز الطواجن. الطواجن هنا انا مش بدهنها سمن ولا زبدة، بحط في كل طاجن كده في الأرضية معلقتين من البشاميل. وبعد كده بنزل بالطبقة التانية، هحط حوالي معلقتين أو 3 من البطاطا، وبحاول أسويها على قد ما أقدر، بضغط عليها كده بالمعلقة. وبعد طبقة البطاطا بحط آخر طبقة معلقتين من البشاميل على وش كل طاجن، وبسويه كويس بالمعلقة. وبكده تكون خلصت طواجن البطاطا بالبشاميل. هدخلها دلوقتي الفرن السخن، هتاخد حوالي من ربع لتلت ساعة، واخر 5 دقايق بفتح لها الشواية عشان تاخد وش ذهبي جميل. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن.
شكلها جميل جدا وطعمها أجمل. نعملها كده كنوع من التغيير، لذيذة ومغذية. هبتدي اعمل النوع التالت من البطاطا. عندي في دور الخلاط بحط كمية من البطاطا المهروسة، وبنزل عليها بكوباية من مية سلق البطاطا، ممكن تستغني عنها وتستخدمي مية، وبضيف كوباية من المية وحوالي 3 معالق من السكر ومعلقة قرفة، ممكن تستغني عنها وتستخدمي فانيليا، وهخلطهم في الخلاط لغاية ما كل المكونات تمتزج. بعد ما خلطتهم كويس بحطهم في حلة وهضيف لهم معلقتين من النشا. البطاطا هنا مش بتحتاج نشا كتير زي المهلبية العادية، لانها طبعا سميكة ومتماسكة. هو بس النشا مجرد ان هو يربط القوام كده ويديني القوام المناسب للمهلبية. وبقلب لغاية ما النشا يختفي. طبعا التقليب هنا على البارد قبل ما ارفع الحلة على النار. رفعتها على نار متوسطة وهفضل اقلب لغاية ما القوام يتقل ويربط. ممكن تضيفوا شوية زبيب وجوز الهند لو حابين. انا هنا مش هضيف اي مكسرات للمهلبية. هنا القوام ابتدى يتقل، هستمر في التقليب وخليها تاخد غلوة كمان. وهنا خلاص المهلبية بقت جاهزة، ده القوام المظبوط. هطفي عليها النار واسيبها تهدى شوية قبل ما اغرفها في الاطباق. وبعد ما المهلبية هديت شوية ببتدي اوزعها في الاطباق. الكمية دي عملت لي 8 اطباق. هسيبها تبرد شوية وبعدين بدخلها التلاجة. وبعد ما طلعتها من التلاجة زينتها بالمكسرات الموجودة عندي. هيحبوها ولادنا، بصراحة بيحبوها الصغيرين والكبار. وممكن تقدميها دافية في الجو الشتا ده، بتكون لذيذة برضو. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. عملت النهارده 3 انواع مختلفه من البطاطا. اتمنى تقولوا لي رايكم في التعليقات، اي طريقه من الثلاثه عجبتكم. واتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك، واللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.